انا احترت وانا بسمي الكرسي ده، مش عارف اسميه ايه. هو في حاجات كتير. ده كرسي فتح سرير شيزلونج. خلينا نبتدي في اول مرحله فيه. طب الجزئيه دي بس لا، عايزين نفتحه بشكل اوسع. السرير الكامل قلب معايا سرير. جينا استخدمناه لغرفه اطفال، لغرفه ماستر، لغرفه ليفنج روم. هو اكسبشن لاي حاجه جديده. زائد ان احنا عاملين فيه جرابات صغيره عشان لو عايز احط الموبايلات بتاعتي، عايز احط ريموت التلفزيون، عايز احط اي استخدام من ده. طيب انا عايز اقفل السرير واخليه كرسي، مفيش مشكله. طب انا مش عايزه كرسي، انا عايزه شيزلونج، فانا هستخدمه باطار الشيزلونج. يعني هرفعه التكه الاولى كده بقى شيزلونج معايا. احطه طبعا بالشلته او انا هسيبه بره الشلته، مفيش مشكله. بالاتجاه ده كده بقى معايا شيزلونج مريح جدا. طب عايز استخدمه في الظهر الكرسي الطبيعي، هطلع التكه الثانيه بتاعتي، خلاص بقى كرسي عادي ارجعه مكانه. الكرسي ده التجهيز بتاعه في مساحه صغيره. العرض بتاعه هنا متر، العمق بتاعه هنا معايا 85، ولما اجي بفتحه السرير معايا بيشتغل معايا 185 طول الفرد الطبيعي. الخشب بتاع الفوتيل اللي موجود معايا خشب زان احمر كامل. السفنجات بتاعتي كثافه 38. القماش بتاعنا كله كتان قابل للغسيل. درجه اللون دي مميزه جدا، بنحطها تقريبا في كل الكراسي، لان درجه اللون دي ولا هي كافيه ولا هي رصاصي، دي درجه من درجات الجريش. اي مكان حاجه احط عليه درجه اللون ديت هو لايق معاه، سواء كان سجاده، ستاره، غرفه تانية. فالكرسي ده متوفر معانا في سامي مودرن. وزي ما قلت لكم انا محتار جدا في الاسم بتاعه. اقترحوا عليا، واكتر اسم هيعجبنا وهيجيب لايكات هيخش معانا على السحب في الكرسي ده وهياخده هديه.